ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحه وسعاده. النهارده انا بنضف الاوضه دي، قلت تعالى اشارككم معايا لاني بقالي كتير مش متحمسه ان انا اعمل فيديو، بقالي كتير قوي مش حاسه ان انا نفسي اعمل فيديو. ممكن تقولوا بقى ايه، ملل، ارهاق، اي حاجه تحسبوها تمشي. ربنا يخليكم ليا، ويديمكم نعمة في حياتي، واشوفكم دايما معايا على طول، ودعمني. ربنا يخليكم ليا يا رب. النهارده بقى نشوف الاوضه هتتنضف ازاي. يا رب تكونوا شايفيني كويس، نشوف الكاميرا كده. ثواني، ادينا مع بعض. اه، انا منفضه الشباك هنا علشان طبعا التراب والسرير. هفرش الملايه. الدنيا طبعا الايام دي بدات ترطب، وبدا الجو يبقى جميل قوي. الجو بدأ الحرارة تروح، وده أفضل. الحرارة بدأت تروح، وده أفضل بكتير يعني من الحر اللي احنا عايشينه. لأن اللي احنا عشناه كان صعب قوي في الحر ده. الحمد لله على جميع الأحوال. خليكم معايا. على فكرة يا جماعة، الناس اللي بتطلع تكتب كومنتات سلبية، انت ايديكي باينة، انت وشك باين، انت دراعك باين، الكلام دوت خلوه للناس اللي بتبقى طالعة متعمدة تعمل كده. ما تجوش في الحاجة الخايبة وتتكلموا. يعني اللي خليكوا بالراحه كده، يعني خليكوا بالراحه كده. اللي يشوف كده يقول قابضين ومقطعين الدنيا قبض. الواحد بيطلع كده يقول ايه؟ اهي، اهي ماشيه. انا طبعا مقلعه المخدات دي علشان اتوسخت. انا ما بتاثرش على فكره باي كومنت سلبي، ما بتاثرش، بس بحب انبه اللي قدامي ان الناس اللي بتخش لي فوق راسي، واللي ما بيخشليش برضه هم حرين وبراحتهم، مش هخش لهم. اللي ما بيخشليش هم حرين وبراحتهم، ومش هخش لهم. التراب كتير بيعمل غبرة في الأرض، يخليكي لو انت ايديكي مش في الحاجة هتبقي حد مش هو، يعني هتبقوا ما انتوش هو. ربنا يكفينا شر البلاوي ويرفع الكرب عننا يا رب، ويسترها علينا وعلى جميع الناس، اللهم امين. الحمد لله على فضل ربنا. ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمة في حياتي. احلى حاجه المكان اللي انا اعمله احط الشلته فيه، بحيث انها تبقى ايه، ترتيب. وعلى فكره كتر كبابان الميه في الارض بيجيب حاجات مش كويسه، نمل وصراصير، مش نظافه. انا عندي اكنس بالمقشه والمع كده بالشرشوبه، بسنه، بحبه دوني، شويه بريل. يعني كتر الميه مش ظريف. خليكم معايا دقيقه اهو. انا رتبت المكان ده، الشمس طبعا جايه عليه. هنا اهو من جنب السرير خلصت. اهم حاجه تكنسي كنسه نظيفه، تخلي الارض زي الفل، احسن من كوب ميه. كبابان الميه كتير بيعمل صراصير، بيخلي ريحه المكان مش نظيف.
بيخلي كأن في حاجه كده ريحتها مقفوله. ما تنسوش تصلوا على سيدنا النبي. اهو شايفين انا هنا بكنس، والترابه طبعا طلعتها بره الاوضه، الشلت بقى هتتفرش. طبعا دي ما كانتش كنستها، ما كنتش كنست هنا اهو. صلوا على الرسول عليه الصلاه واتم التسليم. صلوا على سيدنا النبي عليه افضل الصلاه واتم التسليم. اهم حاجه الصلاه على النبي، اهم حاجه الصلاه على النبي يا جماعه، ان انتوا تصلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام. شايفين اهو. اهم حاجه النظافه. الاوضه بقت زي الفل، مفيش الا نفرش اللي هي الفرش عليها، بحيث ان الشلته ما تبقعش شاي، ما تتكبش عليها حاجه، ان الدنيا التانية ايه رايحه زي الفل كده على طول. اما بتنفضي يا اما تنفضي الترتيب يا اما ما تنفضيش دقيقه وارجع لكم تاني. ايه رايكم كده؟ شايفين؟ صلوا على الرسول اهو. السرير زي الفل، ولمعت الترابيزه كده. الدنيا تخش الشمس. البيت اللي يخش الشمس ما يخشوش الدكتور، البيت اللي يخش الشمس ما يخشوش دكتور ابدا. هنا بقى الناحيه دي اهو برضو دقيقه معايا. ترابيزه كده تتلمع، مش كبوش ميه كتير، مش بكتر الميه، الميه هتتكب هتعمل ريحه وحشه في المكان. والله الميه هتتكب. وما تمسحيش تلفزيون او شاشه باي حاجه مبلوله، عشان غلط على الايه، على التلفزيون، وغلط على الجهاز نفسه. اهو ترابه والستاره متنفضه، حتى تلاقوها من كتر التنفيض جايه يمين وشمال. هقفل الشباك طبعا. الشمس لما بتخش مكان بتمنع الميكروبات وبتمنع النظافه، مفيش احسن منها. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، وتحطوا اللايك علشان يجيلكم كل جديد. وربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمه في حياتي، وما يحرمنيش منكم. انا اصلا يا جماعه بلبس الطرحه كده بالبركه، انتوا فاهميني. اهم حاجه الاشتراك والكومنت والسكرايب، ومشاهده الفيديو للاخر. وربنا يديمكم نعمه في حياتي يا رب. باي باي، سلام.